فريق صغيرين وبطاء وبصراحة أقل بكتير من التوقعات. برشلونة 2008 كانت آخر فريق ممكن تتوقع إنه يبقى أخطر فريق في تاريخ الكورة، في الوقت اللي مانشستر يونايتد والريال مدريد كانوا مليانين نجوم كبار وأسماء لامعة بملايين الدولارات. برشلونة كانت شكلها كأنها شوية عيال من اللمسية اترموا فجأة في المسرح الكبير، ولا قوة ولا سرعات ولا أي فرصة. طب إزاي الفرقة الطرية دي راحت سيطرت على أوروبا بالكامل وغيرت تاريخ الكرة للأبد؟ علشان نجاوب لازم نرجع للبداية، للوقت اللي برشلونة كانت على حافة الانهيار. غرفة اللبس كانت متقسمة والمدرب مفلس افكار والجماهير كانت بتفقد الامل اسرع من الفريق ما كان بيخسر ماتشات. بس ورا الكواليس كان في حاجة بتتجهز في هدوء وبتطبخ على نار هادية، وفي يوم صيفي مصيري كل حاجة بدأت تتغير. نهاية موسم 2007 2008 برشلونة كانت محل سخرية وخلصوا الدوري في المركز الثالث ورا الميرينجي ب 18 نقطة والسحر اختفى. ورونالدينيو اللي كان زمان العبقري المبتسم اللي منور الكامب نو بقاله شهور البسمه ما طلعتش على وشه، وديكو مش بيرجع يدافع، وتيري اونري مش لاقي نفسه، وحتى لايونيل ميسي الصغير اللي كان باين عليه نضج عبقري الاصابات كانت كتير عليه لدرجه انه مش قادر ينقذهم، واوضه اللبس كانت مسممه والانا بقت اهم من المجهود. اظن يا صديقي انت فهمتني. لاعيبه بقوا مجموعات ومش بيكلموا بعض والتدريب ما فيهوش اي روح، واخر مسمار في النعش كان في نص نهائي تشامبيونز ليج واجهوا الشيطان الاحمر مانشستر يونايتد اللي كان بيلعب بجوع وبروح وبهدف واضح. وبرشلونة كانت مستحوذة 70% في الاولد ترافورد، ولمحة عبقرية من بول سكولز انهت حلمهم من اوروبا. فرانك ريكارد اللاعب اللي رجع بطولة الشامبيونز ليج بعد 14 سنة من بس موسمين، خلصت افكاره وكان واضح ان خلاص وقته انتهى. والادارة بقيادة خوان لابورتا اخذت القرار مش هيجددوا الريكارد، بس القرار فتح مشكلة تانية، مين هيمسك الفريق؟ برشلونة ما كانتش على القمة وكانت امبراطورية بتقع، والعصر الذهبي اللي بدأ مع رونالدينيو في 2003 انتهى في صمت وصفارات استهجان. الجماهير غاضبة والاعلام شم ريحة الدم، والادارة تحت الضغط، وروح النادي والالتزام بالكرة الجميلة كانت بتتلاشى في وسط الخراب ده. وبرشلونة اخذت اكبر رهان في تاريخها وادوا الفريق لراجل عمره ما درب فريق درجة اولى في حياته. برشلونة عينت مدرب خبرته كلها سنة واحدة في فريق البي، حرفيا سنة واحدة. بيب جوارديولا كان محبوب في تاريخ النادي، بس في المستقبل مين كان يعرف اللي هيحصل؟ ابن اللاماسيا ولاعب في فريق الاحلام بتاع كرويف. بيب كان لاعب وسط هادي وذكي، بس كمدرب مبتدئ ما يعرفش حاجه. في 2007 مسك البارسا بي اللي كانت بتلعب في الدوري الدرجه الثالثه، وده كان كل تاريخه سنه واحده، ودلوقتي هيقود فريق مليان نجوم ومشاكل وضغط اعلامي يهد اتخنها مدرب. من يوم الاعلان والانتقادات ولعت والعناوين كتبت نفسها انه لسه صغير ولسه بدري عليه وان هو مدرب ساذج. ازاي نادي بيقع يسلم القياده لمشرف فصل؟ بس لابورتا ما تهزش وهو شاف حاجه ورا الكواليس، لان بيب ما كانش مجرد مدرب عنده افكار، لا ده كان راجل عنده رساله من اول يوم. وجوارديولا ورى انه مش بيخاف ومش جبان، وفي مؤتمره الاول ومن غير تردد وجه رساله لغرفه اللبس كلها: رونالدينيو بره، دييكو بره، حتى لمح ان ايتو مكانه مش مضمون، وهو عايز لعيبه جعانه مركزه ومستعده تموت علشان شعار برشلونه. وقال جمله هتتكرر عبر السنين: ليونيل اندريش ميسي خط احمر. وسط نجوم باهته وابطال سابقين، بيب شاف نور واحد لسه منور وهو ليونيل ميسي المستقبل، وبيب هيبني فريق حواليه سواء الكبار حبوا ده او لا. بس الكلام ده من غير كوره ملوش لازمه، وفي اسابيع قليله رؤيه بيب اتعرضت لاختبار، واختبار عنيف، وجوارديولا فكك الطريقه اللي الكوره كلها ماشيه بيها من اول ما دخل مكتبه الجديد. بدا اعاده بناء كامله للبارسا، مش مجرد تغييرات فنيه، لا ده كان بيغير فلسفه والايقاع والهيكل، وما كانش بيرق، كان بيصمم ماكينه جديده تماما. والتدريبات بقت مجنونه، والجري البطيء اتلغى ومكانها جه راوندات بالمراكز وتدريبات مساحات وتمرير بالزوايا الضيقه تحت ضغط وضغط عالي ومجنون. كل لاعب ليه دور وكل حركه ليها سبب، وكل متر مربع في الملعب ليه معنى. جوارديولا جاب طاقم تدريب بيفكر زيه، ودومينيك تورنت كان ماسك التحليل التكتيكي، ولورينزو بونافيتورا كان بيزق الحدود البدنيه، وكارليس بلانشارت كان بيشتغل تحليلات الاداء قبل عصرها بسنين. لكن الموضوع ما كانش تكتيك بس، كان موضوع سيطره. وبيب منع المشروبات السكريه من مركز التدريبات، وخلى جلسات تحليل الفيديو الزاميه، واللعيبه كانت لازم تفهم ليه بيمشوا مش بس بيروحوا فين. وطلع سيرجيو بوسكيتس من برشلونه بيه لانه كلاعب فاهم النظام احسن من الكبار، والاهم انه سلم تشافي وانيستا القياده الكامله لخط الوسط. وجوارديولا عمل قانون ان لو انت اتقطع منك الكوره في خلال 6 ثواني تبقى رجعتها، ده بقى قانون جوارديولا. تخسر الكوره ترجعها في 6. نجوم زي هنري وايتو قالوا ان تدريبات بيب كانت
اكثر تدريبات عنف مرت عليهم في حياته، وتشافي اعترف بكده وقال انه كان حاسس انه بيتعلم كرة من جديد. بيب جوارديولا ما كانش بيقلد يوهان كرويف، لا ده كان بياخد الاساس وبيبني نسخة مسلحة منه. الاستحواذ ما كانش بس جمال، لا ده كان قاتل، لكن ولا نظام يفيد لو ما استحملش الوقت. وبرشلونة الجديدة بتاعت جوارديولا خسرت اول ماتش ليها، ونظام بيب جوارديولا وقع من اول دقيقة. كان يوم 31 اغسطس 2008 افتتاح الدوري، برشلونة سافروا يواجهوا نومانيسيا الصاعد جديد. المفروض كانت تبقى ماتش احماء، بداية سهلة لعصر بيب، لكن كانت تحزن. برشلونة سيطروا من اول ثانية اكتر من 80% استحواذ وحوالي 600 تمريرة و26 تسديدة، والمفاجأة هنا انهم خسروا 1-0. هجمة مرتدة واحدة صعقت برشلونة بره ارضها، والصحافة هجمة جوارديولا انهم بيفكروا زيادة عن اللزوم وبيتلعبوا زي فريق شباب. نفس الحكاية دايما، كرة جميلة من غير نتيجة. والهمس بقى صوت، هل بيب مثالي زيادة ولا هل ده مجرد اختبار هينهار تحت الضغط؟ وفي الماتش اللي بعده في الكامب نو ضد ريسينج سانتاندير اتعادلوا 1-1. اداء مسيطر ومفيش انهاء، عدد 2 ماتش ونقطة واحدة. التوتر في غرفة اللبس زاد، وحتى اللعيبة بدأت تشك هل النظام ده كله مجرد خيال. لكن بيب ما تهزتش منه شعر ايام ما كان عنده شعر. دخل اوضه اللبس وقال حاجة بسيطة جدا، احنا مش هنغير حاجة. راجع الفيديو وورى الفريق تسلسل التمريرات، لحظات الضغط والمساحات اللي اتخلقت، وقال لهم الاهداف جاية والنظام شغال. وكان عنده حق. في 13 سبتمبر 2008 برشلونة انفجرت وسحقوا خيخون 6-1، وبعدها ريال بيتيس 3-2، وبعدها اتلتيكو مدريد 6-1، والسيل فتح. ومن اللحظة دي برشلونة ما كانتش بس بتلعب كرة حلوة، لا دي كانت بتلعب يعني حاجة لا ترحم، حتمية، وكان مجرد البداية. في 12 ماتش بس برشلونة سجلوا 44 هدف، والعالم ما شافش كرة بالشكل ده قبل كده. بعد ما دمروا سبورتنج خيخون، المفتاح اتضغط ونظام بيب ركب في مكانه كأنه متدرب عليه سنين. ميسي ما بقاش جناح واحد، بقى شفرة غش، بيلعب كجناح حر 100%، ينزل يستلم ويرقص ويسجل زي ما هو ذا جريتست اوف اول تايم. وصامويل ايتو اللي كان على الحافة راجع يجيب اجوان بالهبل، 13 هدف في 13 ماتش. وهنري اللي ما بقاش محور اللعب تألق ناحية الشمال ودخل لجوه وبيشوط صواريخ. بس الموضوع ما كانش الثلاثي الهجومي بس، ده تشافي وانيستا بقوا مركز التحكم، ما كانوش بيمرروا، كانوا بينوموا الخصوم. ومع سيرجيو بوسكيتس وراهم الثلاثي بيتحرك باستمرار وما بيتوقفوش، دايما سابقين اللعبه بخطوه. ولما بيفقدوا الكره الكل الفريق بينقض، وضغط برشلونه كان عالي وسريع لدرجه انه باين غير طبيعي، والفريق ما قدروش يبنوا هجمه ولا حتى يفكروا. في اكتوبر دمروا اتلتيكو مدريد 6-1، وفي نوفمبر بهدلوا بلد الوليد 6-0، وغلبوا فالنسيا 4-0. في اسابيع قليله برشلونه انتقلت من الشك للرعب، وفي نص الموسم كانوا على قمه الدوري، 50 هدف مسجل، 13 داخل فيهم، متوسط 3 اهداف في الماتش. والجماهير كانت بتيجي بس علشان تتفرج على المذبحه، والمحللين سخروا من بيب في اغسطس، بقوا بيسموها افضل كره في العالم. ولاعبين الفرق التانيه محترفين حياتهم كلها مبنيه على القوه، اعترفوا بصراحه انهم كانوا خايفين، لان ما كانش في اي حل للنسخه دي من برشلونه، تدافع، تضغط، تركن الاتوبيس، ولا واحده هتنفع مع برشلونه. بس بيب ما كانش فارق معاه الاحصائيات ولا العناوين، هوسه ما كانش انه يكسب في اسبانيا، كان انه يغزو اوروبا. واللي علشان يعملوا كده كان لازم يعدي من حرب في لندن. برشلونه عملوا 464 تمريره، وكان ليهم تسديده واحده بس على المرمى، واحتاجوا معجزه في الدقيقه 93، وبرشلونه كانت ثواني من الخروج. في 6 مايو 2009 اياب نصف النهائي سيمي فينال الشامبيونز ليج، ماتش الذهاب كان خلاص 0-0 في الكامب نو. تشيلسي جم على اسبانيا وعملوا البارك ذا باص كانه متلحم في الارض ونجح، والدور على لندن، ونظام بيب قدامه اقصى اختبار. تشيلسي بتاع جوز هيدنك كان فريق معمول علشان يعيش، دروجبا قدام وايسيان في وضع الوحش. ل9 دقايق بس برشلونه غمضت، وايسيان لقط كره طايره بره المنطقه، شماله راحت صاروخ وخبطت في العارضه ونزلت جوه. 1-0 لتشيلسي. الماتش لسه بيبتدي وبيب بالفعل في حفره، واللي جه بعدها كان ماتش شطرنج 90 دقيقه، بس طرف ماسك مطرقه. برشلونه بتباصي وبتتحرك وبتبني، وتشيلسي بيدافع زي المصارعين. وبعدين جه الجدل في الشوط الثاني، تشيلسي صرخوا على انها مش ضربه جزاء، لا ده في 4 ضربه جزاء، لمسه يد واعاقه وشد، والحكم توم هينج وفريبو رفضهم كلهم. دروجبا اتجنن وبلغ جري ورا الحكم في الملعب، والملعب كان بيغلي، وبرشلونه لسه ما عملتش ولا تسديده على المرمى. وساعتها الساعه ضربت 90، وموسم الاحلام بلا هزيمه في اوروبا كان هيموت. بس حصلت، والدقيقه 93 باصه لمست مدافع وراحت لميسي، وميسي لعبها عرضيه صغيره لانيستا، وانيستا بلا تفكير شاطها وان تايم بباطن رجله اليمين في المقص، وبيتر تشيك ما اتحركش حتى، وبرشلونه سجلت اول تسديده ليها على المرمى وصعدوا للنهائي. بس الجدل مش معاهم للانفاق، دروجبا صرخ في الكاميرا، والحكم اوفريبو احتاج امن يخرجه، والعالم كان
كان منفجر، بس النهائي ده ما بيتحسمش بالحظ، يتحسم بحاجه اقصى بكتير. الابطال اتكشفوا قدام العالم وكريستيانو رونالدو ما قدرش يعمل حاجه. 27 مايو 2009 استاد اولمبيكو روما، نهائي الشامبيونز ليج بين مانشستر يونايتد وبرشلونه. يونايتد كسب الدوري وما خسروش في اوروبا، وعندهم رونالدو وروني، وخط وسط دمر ارسنال فالسير اليكس فيركسون كان باني ماكينه. وبرشلونه كانوا حرفيا بايظين خالص، داني الفيش موقوف، وابيدال موقوف، وماركيز مصاب، ويايا توريه لعب قلب دفاع، وبويول راح يمين. ومع ذلك من الصفاره الاولى كان واضح ان الماتش مش عادي. اول 10 دقايق مانشستر يونايتد هدد رونالدو، شات 3 مرات، وفالديز لازم يكون صاح. برشلونه ما توترتش، وفي الدقيقه 10 انيستا شق الملعب ولعب لقيته اللي قطم جوه فيديتش ودخلها من تحت فاندر سار، وبرشلونه 1 يونايتد 0. ومن اللحظه دي كان درس، برشلونه مسحوا وسط يونايتد، تشافي عمل 96 تمريره وانيستا 92، وبرشلونه بيطاردوا خيالات. وبعدين جه القاضي في الدقيقه 70، تشافي مسك الكوره ناحيه اليمين ورفع عرضيه ناعمه وكامله، وليونيل ميسي اللي طوله 170 سم طرفر بين ريو فيرديناند وفيديتش ونطها في الجون 2-0. خلص الماتش وبرشلونه سيطروا 66%، عملوا ضعف التمريرات ويونايتد، ومسحوا فريق كله اساطير. فيركسون نفسه اعترف هم احسن فريق، وميسي رفع اول تشامبيونز ليج ليه، وجوارديولا في اول موسم عمل الثلاثيه التاريخيه، الليجا والكاس والتشامبيونز ليج. وبس كده، كان معاكم سالم عيد من سين كوره، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس. سلام. زي ما كلنا عارفين، ليونيل ميسي بلا اي نقاش من اعظم اللعيبه اللي لعبت كوره في التاريخ، وببساطه هو هديه من ربنا لكره القدم الحديثه. والجيل الجديد شايفه من حوالي 20 سنه انه واحد من 2 بس ينفع تقول عليهم الجريتست اوف اول تايم، واللي اتكتب واتقال واتناقش عنهم اكتر من اي منافسه كرويه ثانيه لحد النهارده. الارجنتيني قضى معظم حياته في برشلونه، من ايام ما كان ناشئ معجزه في اللاماسيا لحد ما بقى الولد المدلع بتاع الليج الدوري الاسباني في العاصمه الكتالونيه. هناك البرغوث وصل للقمه، وزي سي ار 7 كريستيانو رونالدو سانتوس صعب جدا تحدد موسم واحد بس وتقول انه قمه ميسي. بس مع ليو ميسي في فتره معينه بتقفل الحوار. السنه كانت 2012 وبرشلونه كان فوق العالم، وجوارديولا وقتها كان لسه واخدهم دوري ابطال للمره الثانيه في 3 سنين، والفريق الكتالوني بقى رسميا في مقارنه مع اعظم فرق لعبت كوره في التاريخ. وكارلس بويول كان رفع كل البطولات تقريبا ما عدا الكوبا ديل ري بحلول صيف 2011. وبعد ما السير اليكس خسر تاني نهائي قدامه، قال جملته الشهيره ان ده افضل فريق واجهته في حياتي. الفريق كان متبرمج على التيكي تاكا، وسط الملعب الاسباني العظيم كان ماسك الريتم، ورقم 10 اللي بدا يدخل العمق من اخر الالفينات كان بيفسح حواليهم فوق الاربعه ومستني اللحظه اللي ينقض فيها. وطبيعي ان صناعته للعب اتطورت مع بيب جوارديولا، وبدا يبان عليه الملامح انه ممكن يبقى صانع لعب رقم 8 ومهاجم رقم 9 بيخلص، ورقم 10 بيصل. وكل ده كان عامله في موسم 2010 2011 لما سجل 53 جول في 55 ماتش، اعلى رقم في مسيرته وقتها. ومع دخول 2012 الدوري شاف ليونيل ميسي مسجل 17 جول كمان، وحقيقي فتى روزاريو ما كانش باين عليه ان حد يقدر يوقفه. وبعدها ب4 ايام بس من السنه الجديده، ميسي فتح عداد ما بعد الكريسماس بجول في اوساسونا في الكوبا، وكانت اخر اهدافه قبل يوم 9، يوم ما اللاعب صاحب ال 24 عام استلم البالون دور للثالثه على التوالي ووصل للرقم القياسي. وساعتها خلاص كانت الناس بتتكلم عنه كواحد من اعظم من لمس كوره. وبعد اسبوع راح حط جولين دبل قدام بيتيس في الكامب نو، وبعدها خط هاتريك قدام مالاجا علشان يقفل يناير بتاني سوبر هاتريك ليه في الموسم. وفي نص فبراير البرغوث لعب الماتش رقم 200 ليه في الدوري، ورد على هدف فالنسيا ب4 من عنده. بس اللي حصل بعديها باسبوعين كان حاجه تانية. قدام باير ليفركوزن احتاج 25 ثانيه فقط علشان يحط اول جول من خماسيه كامله في فوز برشلونه 7-1. وبالارقام دي عمل اللي محدش عمله قبل كده، اول لاعب في التاريخ يسجل 5 اهداف في ماتش واحد في الشامبيونز ليج. وبعد الفاول القاتل اللي عدى بيه من اتلتيكو مدريد في الفيسنتي كالديرون، العبقري الصغير دخل في سلسله تسجيل مجنونه استمرت 8 ماتشات، وخلال الفتره دي قدر يجيب 13 جول في السلسله دي. ومن ضمن الاهداف دي كان واحد من احلى الاجوان في مسيرته قدام اشبيليا، ومعاها الهاتريك تاني كسر بيه رقم سيزر رودريجيز اللي واقف بقاله 57 سنه، وبقى الهداف التاريخي لفريق برشلونه. اساطير زي روماريو وكلوفرت وايتو لبسوا رقم 9 بتاع البارسا، بس الواد القصير ده اللي كان لسه قريب محول من الجناح للعمق عدى ارقامهم قبل ما يتم ال 25 سنه ولسه ما وقفش. بمساعده ضربتين جزاء من رجله قدام اي سي ميلان، برشلونه وصلوا للسيمي فينال الشامبيونز ليج، وهناك قابلوا تشيلسي اللي داخلين وكانهم تايهين، وحقهم بعد الخروج المثير للجدل في 2009. اول علامه سوداء في موسمه ظهرت في ماتش العوده لما خبط الكوره في العارضه من ال6 ياردة، وده ادى
بلوز تذكرة النهائي في ميونخ. وفي الكلاسيكو اللي كان اخر ابريل قدام 100,000 متفرج في الكامب نو، سلسلة ميسي الاسطورية خلصت وريال مدريد خطفوا ال3 نقط في ماتش كان هو اللي بيحدد البطل في الاخر. وبعدها برشلونة عملوا سباعية على الرايو فايكانو في مدريد، وميسي جاب جونين وصنع 3 وقبل ما يجيب الهاتريك السابع ليه الموسم ده، ومالاجا كانت الضحية تاني مرة. وفي الوقت ده جوارديولا اعلن ان الموسم ده اخره مع برشلونه، وقرر يمشي هو اكتر مدرب محقق بطولات في تاريخ النادي، 13 لقب في 4 سنين، وتحت قياده القائد السابق ده ليونيل ميسي فتح فعل. وفي ديربي كاتالونيا على ملعب برشلونه ميسي قال كلمه شكر بطريقته، وسجل ال4 اهداف لوحده في شباك اسبانيول، ووصل ل 50 جول في الدوري، اعلى رقم سجله لاعب في تاريخ الليج. اخر جول في الموسم جه للارجنتيني قدام بيلباو كتاني جول في فوز برشلونه 3-0 علشان يجيبوا الكوبا ديل ري رقم 26، ورابع بطوله من اغسطس. اي نادي هيعتبر الموسم ده نجاح، بس برشلونه كانوا رافعين السقف قوي، ومع الموهبه اللي عندهم عدم الحفاظ على الدوري او الشامبيونز ليج خلى موسم 11-12 يعتبر مخيب للامان. ريال مدريد كانوا مرعبين مع جوزيه مورينيو، اول فريق اسباني يوصل ل 100 نقطه، وكسروا ارقام التهديف والانتصارات على الطريق. وفي النهايه بفرق 9 نقاط عن برشلونه الميرينجي حسموا الدوري لاول مره بعد 4 سنين موجعه، وميسي وقتها سبق كريستيانو رونالدو ب4 اهداف في الدوري، وخد البيتشيتشي والحذاء الذهبي الاوروبي. وكمان ال 73 جول اللي جابهم في كل البطولات عدوا رقم جيرارد مولر بتاع 67 جول اللي واقف من سنه 1973. وبس ما كانش على مستوى النادي، وفي يونيو ميسي عمل هاتريك تاني يخطف عقل قدام برازيل في ماتش ودي الكلاسيكو الامريكتين. ولما رجع كاتالونيا تيتو فلانوفا اتعين مدرب بدل بيب جوارديولا بعد ما كان مساعده، وميسي كان عارفه كويس لانه كان مدربه من ايام اللاماسيا. ومع الشك اللي كان حواليه بدايه الحقبه الجديده برشلونه بداوا من نار، ومن سبتمبر لحد السنه الجديده الفريق وقع نقط في ماتش واحد بس، تعادل قدام ابطال الدوري، وبرصيد 55 نقطه برشلونه عملوا رقم قياسي جديد في اسبانيا، اعلى حصيله نقاط في نص موسم في تاريخ الليج. والارجنتيني كان كالعاده هو رمز اللي شايل الفريق، ومسجل 28 جول في الدوري بعد 20 ماتش بس. وفي الفتره دي ميسي عدى رقم مولر التاريخي بتاع سنه 1972، وبقى الهداف التاريخي في السنه ميلاديه واحد. وبحلول 1 يناير كان ضاف على رقمه المجنون ووصل ل 91 جول في 69 ماتش مع برشلونه والارجنتين في 2012، زياده 7% عن رقم الاسطوره الالماني اللي واقف بقاله 40 سنه. ميسي وبرشلونه كملوا السيطره على الليجا، مش بس ضمنوا اللقب قبل النهايه ب3 اسابيع، لا ده الفريق ما خسرش الصداره ولا يوم واحد، وخسروا ماتشين بس في 9 شهور كامل. وميسي اللي بقى اول لاعب ياخد البالون دور 4 مرات ورا بعض، ارقامه كانت تاني فوق الخير. استمر مسجل في الدوري 5 شهور كامل 30 جول في 19 ماتش. ارقام شبه دي المفروض بس تشوفها في الناشئين، يعني اللعيبه الصغيره اللي هم بيجيبوا له 90 جون والكلام ده. بس ميسي كان بيسخر من اقوى دوريات العالم. البارسا كمان قدروا يكرروا انجاز ريال مدريد بتاع ال 100 نقطه بعدهم بسنه، واللي وميسي كان هو مركز الخطه كلها، وكان بيلعب قدام مع اي اتنين من ديفيد فيا وبيدرو واليكسيس سانشيز، وكان بينزل للوسط يستلم الكرة من مركز التسعة ويسيطر على اللعب الوسط الفوضوي. ومع تشافي وانيستا بيغذوه. فيلانوفا كان مستخدم خلطة مرعبة، وجات فترة ميسي فيها كان في قمة سرعته ومراوغته وجريه المباشر وخلصانة معلم، يعني مش عايز اقول ايه اللي حصل. وبالتالي كان بيجيب كل انواع الاجوان، ومع فريق محترف حواليه مساعده وتركيزه الكامل على لعبه عمل انجاز حتى كريستيانو رونالدو اللي الناس كتير شايفاه افضل هداف ما قدرش يوصل. وبالوقت ده فكرة ميسي اعظم لاعب في التاريخ the greatest of all time بقت مسألة تفضيل شخصي. بس ب 113 مساهمة تهديفية في السنة واحدة فرصته في نقاش ال greatest of all time بقت عملاق.